إنجاز تاريخي المغرب عمله يا جماعة في القارة كلها وشرف كل العرب. المغرب يتوج بطل كأس العالم لأول مرة في تاريخه في البطولات العربية كلها وكل الفرق العربية. المغرب قلنا قبل كده يا جماعة إن هو الفريق الوحيد اللي قادر يجيب البطولة، ليه؟ عنده عزيمة وإصرار وتحدي. فريق بيعمل كل حاجة في الكورة، كبار صغيرين ناشئين أطفال بترضع، المهم إن هو فريق عنده عزيمة رهيبة، بيلعب كرة عالمية على أعلى مستوى. مش بيروح يقدم عرض المغرب كويس وخلاص، فريق لا، فاهم بيعمل ايه. كلنا شفنا في البطولة كسب اسبانيا، كسب البرازيل، كسب اي فريق بيقابله وبايه، بسكور وبلعب وبفن. كسب فرنسا 4 اشواط، وكسب كمان بضربات الجزاء بجدارة، مش وليد الصدفة. وادى درس كبير قوي قوي للأرجنتين، وعلم البرازيل يعني ايه فنون كرة القدم. المغرب فريق رائع، واتمنى ان شاء الله ان هو يحقق انجاز تاريخي كمان زي ما عمل للشباب يبقى للكبار. والكبار في البطولة اللي هي فاتت وصلوا للمربع الذهبي، وهم قربوا خلاص. لأن الفريق المغرب فريق بيعرف يعني إيه كرة قدم حقيقية، مش بيروح يقدم عرض مشرف وخلاص. كلنا شفنا الخطوط بتاعته النهاردة كانت قوية جدا، والأجوان ملعوبة ومحسوبة، وانفرادات وجمل جميلة، وضربوا الدفاع. بصوا هنا هو، بصوا هنا اللاعب عثمان بيجري اللي اختاروه أحسن لاعب في العالم للشباب، وهو بيرقص وبيعدي وبيرفع الكورة. كل ده يا جماعة مش وليد الصدفة. اللاعب ده في البطولة كلها يا جماعة بيقدم طابلو جميل من المهارات والحرفنة. اللاعب عثمان رقم 7 طبعا. والنجم الكبير، النجم الكبير اللي جاب الجونين ياسر زبير، اللي هو كان محل جدل، وقالوا عنه ان هو احتمال ان هو يسيب النادي اللي هو فيه، واحتمال ما يلعبش. وراح للمدرب وقال له اديني الفرصة كاملة وانا هثبت لك ان انا هجيب البطولة، مش بس هقدم عرض كويس. وقد كان. المغرب فريق جميل وشرف الكرة العربية والقارة كلها، وبقى وتوج بطل عالم، لأنه هو بصراحة يستاهل. كده بوصلنا لنهاية الفيديو.